تعالوا خلينا نحضر أطيب قيمة نجفية بأسرع طريقة، بأسهل طريقة. لا تعبت ولا دقيت الحمص ولا شيء، حضرتها بساعة واحدة. استخدمت أجهزة كهربائية 2، ست البيت وصديقي الصدوق اللي راح تشوفوه بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية وأنتم تتابعون فيديو اليوم. أول شيء عندي كوبين من الحمص، أني نقعتهم قبل بيوم، حطيتهم بهذا الجهاز ست البيت وطحنتهم مثل ما يشوفون. لا دقيت حمص ولا تعبت. أما الجهاز الثاني صديقي الصدوق الحباب المخلص، جهاز الضغط الكهربائي. خليت هنا على اختار برمجة التشويح، لأن لازم أول شيء أشوح البصل واللحم، فاختاريت البرمجة رقم 5، راح يعطيكم 30 دقيقة تستخدمون التشويح. بين ما أنا أسولف وياكم وحطيت الزيت وسخن، وصل 27 دقيقة بدأ العداد. شوفوا شلون الزيت سخن وبدأ يشوح لي البصل واللحم. قطعت حبتين من البصل واستخدمت هنا نص كيلو شرح بقر، راح أبدأ أشوحهم بالزيت إلى أن يبدي يتغير عندي لون اللحم، يصير لونه ذهبي أو محمر. وأيضا البصل، واللي تقول لي الجدر ما يحمس، دباعي الحرارة دباعي الحمس شلون ما يحمس. وهسه راح أشوفكم النتيجة النهائية شلون أوصل لدرجة أنه يتحمر، يعني ما معقولة هذا كله ويقولوا لي ما يحمس الجدر. أحلى حمسة أصلا يحمسها جدر الضغط. هنا جبت الحمص بعد ما مثل ما قلت لكم بالجهاز كسرته وطحنته، راح أبدي أضيف عليه كمية من المي. كمية المي لازم تغطيه هو واللحم، بس مع ذلك لازم أراعي أنه ما أتجاوز الحد اللي محدد لي داخل جدر الضغط، لأن أكو حد معين الماكس هو من تتجاوزوه بعدين راح يطلع ويطشر خارج الجدر. هاي أيضا من ضمن النقاط اللي لازم ننتبه عليها. ضفت هنا ملعقة طعام من الملح، وانتو كمية الملح انتو اختياري ايش قد ما تضيفون ضيفوا. راح أغلق الجهاز وأنطي البرمجة حتى أنتظره إلى أن ينضج. راح ينضج عندكم بطريقة، أصلا إذا استخدمتوا طريقتي راح تلاحظون أن الطريقة خرافية وما أخذت بيدكم وقت هواية، مثل ما نتعاجز بتحضير القيمة لأن بيها خطوات هواية. هنا راح نطي برمجة 30 دقيقة، أني راح يكون جاهز عندي ومستوي. بس اللي ما تحب أنه 30 دقيقة تريد تختار برمجة اللحم، ممكن تختارين برمجة رقم 1 اللي هي خاصة باللحم، أو تختارين برمجة رقم 9 اللي هي خاصة بالبقوليات. أنا راح أكتفي بالتوقيت اليدوي الحر اللي هو 30 دقيقة، والضغط أعلى شيء. بين ما تعدي عندي 30 دقيقة هنا بجدر ثاني على النار شوحت شوية من المعجون حتى تكون أكلتي جاهزة. بين ما تجهز عندي ورا ما خلص جدر الضغط، شوفون طاني الأوكي وصار جاهز. هسه راح أبدي نحضر البهارات اللي راح أذكر لكم إياها هي هاي الأساسية للقيمة، لكن الكمية أنتي زايدين تنقصين بكيفك. عندي هنا شوية من الفلفل الأسود، شوية من الهيل المطحون، وأهم شيء الكمون، كثري من الكمون. والأهم من عنده أيضا الدارسين والنومي بصرة. أنتي عينش ميزانش واعتمدي على الذوق، يعني ضيفي وذوقي وضبطيها. بعد ما ضفت هنا الحمص بعد ما استوى وانتهى عندي جدر الضغط وكمل، ضفته فوق المعجون وبديت أخليهم يتلابسون حتى يتجانس. راح أخليهم، ممكن إذا احتاجيت تضيفين مي شوية ممكن أن تضيفين. اللحم خليته على جهة، وراح أستخدم الإيد مالت الهاون المرمر حتى أهرسه وأدقه للحم، لأن أريد يصير يتفتت ويصير بشكل خيوط مثل ما تشوفوه هنا بالفيديو، طريقة القيمة اللي انتم تعرفوها العادية. هنا ورا ما بدت تفور وتجانست عندي ويا المعجون، راح أبدي أضيف البهارات. أنا ما أضيفها من البداية، أضيف اللحم بالأخير. ضفت أيضا اللحم وراح أبدي ألابسهم وأخليهم يتجانسون حتى تجهز عندي القيمة. وبهاي المرحلة ورا ما نجانسهم، ورا ما نخليها تغلي تقريبا 5 دقائق، نبدي نضبطها، نشوف الملح مالتها، فلفل تحتاج بعد، هيل، دارسين، كمون، نومي بصرة، هاي بعد انتي وشطارتك. ولهنا صارت القيمة عندي جاهزة. حضرت وياها رز بالزعفران والهيل والقرنفل. لازم تجربون هاي الطريقة، راح تسهل عليكم هواية، وبعد ما تتعاجزون من تحضير القيمة. والف عافية.